اهلا وسهلا متتبعين مشاهدين، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. وكنتمنى هذا رمضان يدخل عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله، باش ما تمنيتوا لكم ولوليداتكم ان شاء الله. فان شاء الله غادي نحضر معكم رايب منزلي كيجي رائع جدا بمكونات بسيطه وسهله جدا. فبالنسبه للمكونات هنا كي كتشوفوا عندي لتر من الحليب، وغادي نحتاج 2 دانونات ديال الفاني، وغادي نحتاج كيس من الفانيليا، وغادي نحتاج تقريبا 3 ملاعق من السكر يكونوا كبار، وغادي نحتاج كاسرول اللي غنفيض فيه داك الحليب، يعني ماشي غنفيضو انما غير غادي يسخن ليا فقط، يعني ما تخليوش يفيض انما غير بحال تحطوا صبعكم يكون دفا، يعني هي يكون سخن فقط، ماشي تخليوه يغلي وما تخليوش يسخن بزاف. فغادي ندير هذوك الحليب هو الاول في الكاسرول وغنخليه يسخن، ونضيف عليه 3 ملاعق من السكر تدريجيا وانا كنحرك، وغادي عاد نضيف المراحل الاخرى ديال الدانون. فهنايا كي تلاحظوا من بعد ما ضفنا الاكياس ديالنا ديال الحليب، يعني لتر من الحليب، وغادي نشعلوا النار تكون متوسطه ونضيفوا عليها الكاسرول ديالنا، وغادي نضيفوا 3 معالق من السكر تدريجيا، حنا كنحركوا حتى يسخن لينا، يعني غتشوفوني درت صبعي غير شفتو واش دفا وطفيت عليه باش كندير المرحله الثانيه. هنايا مشاهدين كي كتلاحظوا هنايا اكتفيت، طفيت عليه النار وحيدته، وهنايا غادي نخليه على جانب، وغادي نهز منه تقريبا واحد 2 مغرفات ديال الحليب، وغنضيفهم في هذيك الكاسروله، وغنضيف دانون، وغنضيف كيس من الفانيليا. هانتوما غتشوفوا غادي نضيف دانونات بجوج، وغادي نضيف كيس من الفانيليا، وغادي نضيف 2 مغرفات ديال الحليب اللي سبق ليا دفيت معكم، وغنحرك جيدا. عاد غادي نضيفو في الكاسرونه الاخرى، ماشي كنسخنوا ولا شي حاجه، يعني غير كنحرك. انا جبت هاد الكاسرونه غير حركت فيها فقط وضفتو على الخليط الاول اللي سبق ليا دفيت داك الحليب لتر من الحليب، وغادي نحركو عاوتاني جيدا مزيان نحرك. وعاد غادي نجيب واحد الزليفات اولا كؤوس اللي غادي تضيفوا فيهم الريب ديالكم، فاختياريا في الشكل ديالكم، وغادي تشوفوا المراحل كيفاش درت ليه باش انه صدق ليا، وخليته ليله كامله، يعني انا درته بالليل خليته ليله كامله باش الصباح درته في الثلاجه، و كيصبح واجد وزوين. كل ما درتو ثاني في الثلاجه كيصدق مزيان، يعني كتخليوه ليله كامله غير في شي مانطه. هانتوما غادي تشوفوا هنايا غنضيف كيك لكم شويه ديال الحليب، وغنحرك مزيان حتى كتذوب ليا ديك الفاني مع دوك دانون، وعاد كنرجعو في الكاسرول وكنحرك.
وهنايا جبت هاد الزليفات، يعني تقريبا 6 زليفات على واحد الكاس اللي عطاني اللي خرج ليا هاد الليتر. غادي نجيب الزليفات الاخرين وغادي نكب فيهم هاد الحليب، يعني الريب ديالنا هو هذا. غادي نبدا نضيف القياس اللي بغيت. صراحه تيعطي واحد الكميه كثيره وفيره، يعني حجم هائلي بحال هكا راه كيخرج. وكنجيب واحد الاناء اولا بانيو بحال هكا، شي بانيو كبير ولا شي اناء داير، كندير فيه واحد الزيوفه وكنحط هاد الزليفات ديالي ديال الريب، وكنعاود نغطيهم بواحد الطبسيل بحال هكا، وكنغطيهم بزيف اخر وكنديرهم وسط واحد المانطه، وكنحطهم في واحد المكان اللي ما يقيسو حتى شي واحد، يعني ما يتحركش حتى الغد ليه. هانتوما كي كتشوفوا غادي نستفو ونغطيه بواحد الطبسيل، وغادي نعاود نغطيه بواحد المانطه باش كيصدق لينا مزيان. لا مثلا درتوه مع الصباح كتقدوه مع الصباح، ولكن خصكم واحد 8 السوايع وهو مغطي باش كينجح عاد تديروه في الثلاجه، يعني نهار كله. ولا درتوه بحال هكا في الليل راه الصباح كتلقاوه واجد، وكديروه في الثلاجه كيبرد وكتقدموه الاطفال ديالكم ولا حتى نتوما بالصحه والراحه. وكنتمنى لنا الاعجاب ديالكم وتجربوه. الصراحه طريقه سهله بلا مواد حافظه بلا حتى شي حاجه، كيجي رائع. وكنتمنى لنا الاعجاب ديالكم وتشتركوا في القناه باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. هانتوما غادي تشوفوا من ضفتو في المانطه، يعني حتى حاجه ما وريتكم مرحله مرحله باش تشوفوا كيفاش كيصدق.